قعد لبيب الكرداني مع محمود المليجي وسأله انت ليه عملت كده؟ بيحكي له المليجي على اللي حصل. لبيب الكرداني ناظر المدرسة بيتأثر جدا من اللي سمعه، وبياخد محمود المليجي معاه البيت يعزمه على الغدا في نفس اليوم. ومش بس كده، ده كمان بيشجعه ينضم لمسرح المدرسة. لبيب الكرداني كان مؤمن جدا بموهبة محمود المليجي، لدرجة ان قال له في مرة بص ركز في دراستك وكل حاجة، لكن اوعى تشتغل موظف، اوعى تشتغل اي حاجة غير انك تكون ممثل. في سنة من السنين بيجي عزيز عيد المخرج المسرحي الكبير، وده من رواد المسرح بالمناسبة، يخرج مسرحية للطلبة في المدرسة. ومن اول بروفا بيشوف فيها عزيز عيد محمود المليجي بيقول له يا ابني انت ما بتعرفش تمثل ومالكش مكان هنا. بيتأثر المليجي جدا لدرجة انه بيجري على حوش المدرسة ويقعد يعيط فيه، لحد ما بيلاقي واحد من زمايله جاي يقول له عزيز عيد بيقول لك ارجع الفرقة وانت عاجبه جدا، وهو كان بيشكر فيك، بس هو عمل معاك كده عشان حس انك مغرور وواثق في نفسك زيادة عن اللزوم. وفعلا بيرجع محمود المليجي الفرقة وبياخد دور من الابطال. ووقت العرض بتحضر فاطمة رشدي اللي كانت متجوزة عزيز عيد وقتها، وهي برضه واحدة من رواد المسرح، لدرجة ان في شارع باسمها في الجيزة. المهم فاطمة رشدي بتعجب جدا بموهبة محمود المليجي، لدرجة انها بتفتكره ممثل محترف وبتقول له تيجي تشتغل معاه في الفرقة. طبعا المليجي ساعتها بيوافق، وبيشتغل المليجي في فرقة فاطمة رشدي، وكمان بتشغله معاها في فيلم من انتاجها، لكن الفيلم بيخسر وبتفلس فاطمة رشدي، فبتفض الفرقة المسرحية بتاعتها، وبيبدأ المليجي يتلطم في فرق الهواة المسرحية. بيتلطم المليجي من هنا لهنا لدرجة انه بينضم لفرقة الاخوان المسلمين المسرحية اللي كانت بتعمل اول عرض ليها، اسمه جميل بوسينة، تأليف عبد الرحمن البنا، اخو مين؟ حسن البنا. المسرحية دي شارك فيها ناس كتير قوي، هتستغرب لما تسمع اساميهم. مثلا محمود المليجي، جورج ابيض، عباس فارس، وعزيزة امير، وفاطمة رشدي. انت متخيل الناس دي كلها في الفرقة المسرحية بتاعت الاخوان المسلمين؟ لا، وخد الكبيرة، وزارة المعارف كانت هي اللي بتدعم فرقة الاخوان المسلمين وقتها من خلال لجنة التشجيع على التمثيل. المهم المليجي لسه متكحرت يا شقيق ومش عارف يصرف على نفسه منين، فبيقبل يشتغل